مساء الفل عليكم يا اساطير. النهارده الحلقه مختلفه جدا. نور بيدخل غابه الوحوش وبيكون معاه لين، وبيظهر وحش من رتبه اعلى منهم وما بيعرفوش يتصرفوا معاه. خليكم معايا علشان نسمع الحدوته، ويلا بينا نبدا الحدوته. اما لين بيفكر وبيقول ازاي ابويا يدي السلاح لنور لمجرد ان هو انقذ لين بس مش اكتر. السلاح ده حاجه قيمه قوي في القصر وبيديها لواحد غريب. انا مستغرب ابويا قوي، وده كله بيكون كلام رين، وبيقول انا الوحيد اللي في القصر ده استحق السيف ابو نصل اسود. وبيفتكر رين ابوه لما كان مغامر ودخل في متاهه المفقودين وكان مع رؤسائه السته، ورجع بعد سنين طويله وكان معاه السلاح الاسود ده، وكان اعظم حاجه رجع بيها وكانت موجوده في القصر، وهو مصنوع من مواد مفيش منها دلوقتي ولا مهاره ولا تقنيه ولا سيف ولا سحر يقدروا عليه اصلا. وبقى معروف ان هو سيف غير قابل للكسر، ومفيش اي بيت فيه السلاح ده اصلا غيرنا احنا بس. ورين بيكون هيموت على السلاح ده اصلا، وبيقول رين مهما ابويا ادى لحد انا مش هتخلى عن السلاح ده وهجيبه. اما لين بتنزل مع نور المدينه في السوق، ونور بيقول لها قولي لي يا لين، هو ينفع يكون واحده زيك كده مكانها هنا؟ فبتقول له طبعا، ايه المشكله؟ انا دلوقتي مش بنت الحاكم، انا دلوقتي مغامره قد الدنيا. ونور بيقول لها انا بفكر اروح النقابه، وهي كمان بتقول له خلاص هاجي معاك ما فيهاش مشكله. وهو بيحاول يتهرب منها ولكنه ما بيعرفش، وبيقول نور شكلها هتفضل لازقه فيا كده. ونور كان عايز يحصل على وظيفه في النقابه الاول عشان يقدر يكون مغامر كبير. وبيروح نور النقابه وبيلاقي السكرتير عفيفي بيقول له انت موجود مع لين تاني برضه يا نور؟ فبيقول له لين بقت مغامره قد الدنيا وبقت بتتدرب معايا. ولين بتقول له في حاجه ولا ايه؟ اكيد انا لو اتدربت هنا مش محتاج مني اوراق ولا اثباتات ولا اي حاجه. وابتدى يتاسف لها عفيفي ويقول لها لا انا بقول لنور بس مش اكتر، بقول له ايه اللي حصل تاني علشان لين تيجي هنا. ونور بيقول له بعدين بقى بقول لك مش قدام الناس. فعفيفي بيقول لنور مش عارف اقول لك ازاي ان لين رتبه بيه، ولو طلعتوا انتوا الاتنين كحزب او مجموعه تروحوا تصطادوا بره المدينه هيكون في هناك عفاريت او وحوش ضخمه جدا، وعلشان الشخص ده يروح هناك يتدرب على قتل العفاريت كان لازم يتعلم الاول على دميه او عرايس قبل ما يقابل الوحش الحقيقي. ونور بيتفاجئ انه ممكن يقابل حاجه زي كده هناك، ولكن عفيفي بيقول له لو لين لوحدها على فكره تقدر عليه، لان رتبتها تسمح لها تبقى مغامره تقدر تقاتل ضد الوحوش دي، يعني انت اقل حموله منها يعتبر ميت او مش محسوب معاها. ونور طبعا كان لازم يحصل على رتبتين على الاقل علشان يكون ليه دور محسوب زي لين، الا لو هيروح مع لين كانه على البيعه يعني. وبيقعد يفكر نور وبيقول انا كنت عايز اخلص من لين وبحاول اتهرب منها قوي، وهي اصلا اللي هتخليني ادخل حاجات انا عايزه ادخلها. وبيفكر هل لين هتعمل مجموعه مع واحد زيي ولا مش هترضى. ولين بتلاقيه عمال يفكر كتير، بتساله في حاجه يا نور؟ ونور بيقول لها لا انت كويسه بس، والكلام مناسب بالنسبه لك ولا ايه الدنيا؟ فبيقول لها انا هحتاج ان انا اعتمد على رتبتك. فلين بترحب بيه وبتقول له اي حاجه انت عايزها انا هعملها اصلا. وبتقول له دي تيجي هو انا طول يا سينور؟ اهلا وسهلا، اي حاجه عايزها من الرتبه بتاعتي هعملها. ونور بيقول جواه عيب والله اعتمد على واحده بنت زي كده، امال لو البنت بتعمل كده المفروض انا اعمل ايه؟ اما نور اخذ بعضه ومشي وطلع وقفل الباب، وعفيفي بينادى عليه بيقول له تعالى يا باشا نور، انت ولا سالتني هنروح فين ولا هناخد وقت قد ايه ولا هنعمل ايه ولا همك ولا عرفت اي حاجه. ونور بيقول له ايه ده؟ صح انا معرفتش المكان ولا عرفت اي حاجه. وعفيفي بيمديله الورقه اللي يطلع بيها بره المدينه، وبيقول له حتى لو لين ممكن تكون رتبه قليله بس ما تقدرش تستهون بيها. ونور بيقول له ما تقلقش انا عارف. وعفيفي بيفتح له الخريطه وبيقول له بص مكان الوحوش دي هنا، ودي هتكون منطقتك ولا هتتحرك يمين ولا شمال، وهنا في عدد القتل اللي انت هتقتلوهم بس وترجعوا تاني. وبيقول له خلي بالك يا نور انا عايز الودن اليمين، اوعى تنسى اهم حاجه الودن اليمين، ده بيكون دليل على ان نور هو اللي موت الوحش ده وبالتالي ياخد المقابل بتاع الوحش ده. وعفيفي بيقول له خلي بالك الوحوش بقالها فتره ما خرجتش في المكان ده، لو رحت هناك وما لقيتش اي حاجه هتعشب او اي حاجه علشان تثبت ان انت كنت هناك، وهم كمان بيحبوا الحاجات دي فهيبتدوا يخرجوا لك. وعفيفي بيقول له نور انا عملت اللي عليا والباقي بقى عليك انت يا بطل. ونور بيسيبه وبياخد لين وبيمشي، وبيطلعوا فعلا بره المدينه علشان يحاربوا الوحوش. ونور بيكون معاه بس السلاح الاسود بتاعه، وبيتمشى في غابه الوحوش وبتكون مليانه شجر. وبيكون نور مستغربها قوي وبيقول للين قولي لي يا لين الوحوش بيبقى شكلها عامله ازاي اللي على شكل عفريت دي؟ انا عمري ما شفتها قبل كده. ولين بتستغربه قوي فبيقول لها اصلا انا ما اعرفهمش فعلا. ولين بتقول له هم بياكلوا الحشرات والحيوانات الصغيره، ما تقلقش هنقدر عليهم، واول ما يطلعوا هتشوفهم، هم اعلى بس قوه من الناس اللي احنا بنقابلهم في المدينه بتاعتنا، بس هم مميزين بحاجه واحده بس يا نور، انهم بيقعدوا ينموا ويتكاثروا ويكبروا بسرعه وبيخلصوا على الاكل كل اللي عندهم لحد ما يضطروا
بيضطروا يوصلوا لمنطقة البشر علشان ياكلوهم. علشان كده العاصمة بتبعت مغامرين علشان يقتلوا عددهم بانتظام قبل ما يتضخموا ويوصلوا للمدينة. وهتقولي ان هنا بنيجي نقتلهم ليه؟ علشان نحافظ على النظام البيئي، لان هم بيقضوا على الغابات دي وبياكلوا الاخضر واليابس، لان الغابة دي مليانة نباتات نادرة جدا وحيوانات كمان مش موجودة في المدينة. فعشان كده احنا ارض مثالية لتدريب المغامرين. ونور بيقول جواه بغض النظر عن الكلام اللي بتقوله لين، ولكن هي عندها دراية كاملة قوي بالمكان كله. وبيقول نور انا ما عنديش ربع اللي هي تعرفه. وبيقول نور شكلي محتاج ان انا اللي اتعلم مش ان انا اللي اعلمها. وبيوصلوا المكان مغيم ولين بتحط ايديها على الارض علشان تشوف هم فين. ونور بيقول لها وصلنا ولا ايه؟ ولين بتقول له المفروض ان هم هنا بيظهروا وشكله فعلا في عدد قليل فمش ظاهرين. ولين بتقول له بصي كده علشان ما نسبقش الاحداث، هم ما بياخدوش وقت علشان يظهروا. ونور بياخدها وبيمشي وبيقول لها ايه الجو ده؟ ولين بتقول له لان احنا دخلنا هنا جوه الغابه اكتر والشجر بيكون اضخم واكبر واعلى، فبالتالي ما بتقدرش اشعه الشمس تدخل لنا، فالمكان بيبقى عامل زي ما يكون مغيم. والوحوش ده اكتر مكان بتحبه، يعني المفروض يكونوا موجودين هنا. ونور بيلاقيها بتقف وبتقول له انا متاكده ان انا اكتشفت حاجه هنا، مش شفتها بس ده انا شفتها واختفت. ونور بيقول لها بس دول وحوش زينا كده ما بيختفوش. فبتقول له ما هي دي الغريبه. ونور بيقول لها يمكن اتخيلتي ولا حاجه. بتقول له ليه، هو انا مجنونه ولا ايه؟ وبيقفوا تاني وبيلاقوا في هزه في الشجره وفي حاجه نازله منها، وبيلاقوا فجاه وحش عملاق اكتر مما يتخيلوا وهم ميتين من الرعب، وخصوصا نور، وان الوحش جلده اخضر ومجسم كده حبتين وبيقضي على اي حاجه تقابله زي الشجر كده، بيبتدي يستخدمه علشان يقتل بيه اللي قدامه. ونور بيقول يا نهار اسود انا جيت لموتي بايدي، انا داخل هنا ولا عارف اصد ولا ارد، وما كنتش متوقع ان الوحش بالضخامه دي. وبيسال لين هو ده اللي احنا هنقابله؟ قولي لي يا بنتي. ولين بتقول له بصراحه مش دي الوحوش اللي احنا متعودين عليها، وبتكون خايفه جدا. فنور بيقول لها ما تخافيش احنا كده كده ميتين يا لين. وبتطلع لين سلاحها وهو بيطلع سلاحه اللي هو السيف الاسود. ولين بتقول له ده مش الوحش اللي هم يقصدوه في النقابه، ده وحش من رتبه الامبراطور، سلاله عفريت مالكه، يعني حاجه الدي ان ايه بتاعها مختلف، يعني جسمه مختلف وهيئته مختلفه وقوته كمان مختلفه. دي مجموعه نادره من الوحوش وانا ما اتعلمتش قبل كده ان انا اقضي عليها ازاي. ونور بيقول لها ما تقلقيش قولي لي بس ايه اللي بيخوفهم علشان ابتدي اعمله. ولين بتقول له يا نهار اسود انت كمان مش عارف. وبتقول مش مهم، المهم ان انا مش لوحدي. وبيكون معاها نور اللي هو اصلا مش قد حاجه، وبيدخل الوحش بقوته على نور ولين. ونور بيحاول قدامه بيقول لين ارجوكي وحياة ابوكي استخدمي اي حاجه من مهاراتك علشان الوحش ده يمشي. ولكن الوحش اسرع منهم بكتير وبيستخدم كل الشجر عشان يبتدي يموتهم. ولين بتقول كده هنموت لازم نهرب، وبتستغرب جدا ان جروحه بتلتئم بسرعه عاليه جدا. اما لين بتركز مع الوحش قوي وبتقول لنور لازم نخلع الحجر الكريم اللي فوق دماغه ده علشان نعرف نضربه ونسيطر عليه. وبيلاقي الوحش عمال يزيد من قوته عليهم حتى نور مش عارف يعمل حاجه خالص. ولين كل اللي شاغلها ان جروحه بتلتئم بسرعه قوي. ونور بيقول لها يا لين انت عماله تركزي في ايه ولا ايه؟ ساعديني نضربه بنار. ولين بتقول له مفيش اي حاجه مأثره فيه، وده اقوى من اللي انا تخيلته، ده قادر يكسر القلعه اللي فيها. ونور بيقول لها انا هدخله بالسيف وانتي بالرياح، ايه رايك؟ وبيحاولوا معاه ولكن ما بينفعش. ولكن بيقول لها بصي مفيش حل تاني، بصي يا لين انتي هتوجهي عليا الرياح هتكوني في ظهري وانا هدخل عليه بالسيف علشان اطير واوصل لراسه. وبيوصل فعلا للوحش بالسيف وبيقدر يشيل جوهرته، والوحش بيتألم ولين بتاخد جوهرته في ايديها وكأن الوحش مش شايف قدامه. ونور بيقول لين اتعاملي انتي بقى، خلاص بقى روحي انتي استخدمي اي قوه من القوه بتاعتك وهتقدري تخلصي عليه. وفعلا لين بتروح هناك وبتولع نار وبتحرقه كله وبتكون خلصت عليه. ونور بيكون مستغرب انهم خلصوا عليه فعلا، وبيقول نور انا لازم اتدرب اكتر واتعلم، المستوى اللي انا فيه ده وحش قوي، ولو مش معايا لين كان زماني ميت. اما رين اخو لين بيتكلم مع جماعته بيقول لهم المره دي كان في عفريت او امبراطور ضخم بقوه عاليه قوي وهجم على لين اختي، المره اللي بعدها هيكون في ايه يا ترى؟ واكيد في حد حطه في المكان ده علشان يقضي عليها، وده مش طبيعي عندنا علشان نلاقيه هنا. ورجالته بيسالوه ايه اخبار لين، فبيقول لهم على فكره الوحش ده ما كانش وحش عادي، ده كان وحش كمان متخفي. لين فيها شويه خدوش حبتين ولكن الدنيا بقت تمام. وبيقول لهم لازم تستعدوا
يتحدوا، وكمان المغامرين بتوع المدينة لازم يكون عينيهم في وسط راسهم ويعرفوا يتعاملوا مع العفاريت دي ازاي، وايه اللي نعمله علشان نوقفهم وما نخليهمش يبقوا موجودين هنا تاني. وبيبتدوا يقدموا له تقارير بالحوادث اللي حصلت اخر مرة، وبيرجع نور النقابة بيقول لهم ان خلص على الوحش بفضل لين، ولين بتقول له لا كفاية تواضع بقى، انت اللي خلصت عليه. وبيقعدوا يرموا الحدوتة لبعض، فعفيفي بيقول لهم انتوا كده محتاجين الفلوس بتاعت الوحش صح؟ وعفيفي بيقول لهم بس هي مغامرة كويسة، ونور بيقول له ولا كويسة ولا حاجة، ده انا كنت هموت. بيقول له بس انا مستغرب يا عفيفي ان الجوهرة دي اللي على دماغه صعبة قوي واول مرة اشوفها. فعفيفي بيقول له انت متأكد ان انت قتلت الوحش؟ المفروض الجوهرة دي بتكون في اماكن تانية، يا بيكون في قلبه يا بيكون في حلقه، انت ازاي شفتها فوق راسه؟ فلين بتأكد المعلومة، فعفيفي بيقول لهم خلاص قولوا لي بس مين اللي قتله علشان ابتدي احاسبه، فين ودن الوحش اليمين؟ وبيكون لين ونور قتلوا الوحش وحرقوه، وما اتبقاش منه ولا جزء، ولا ودنه اليمين ولا ودنه الشمال، علشان يثبتوا ان هم اللي موتوه. وبكده تكون خلصت حلقة النهارده يا صحابي، اشوفكم على خير في حلقة المرة اللي جاية.